اتفضلوا اقعدوا يا جماعه. واقفين ليه؟ واقفين احتراما لحضرتك. لا انتوا واقفين عليها بخساره اصلا. لو هنتكلم بقى بما يرضي الله من اولها عشان نبقى على نور كده، انتوا واقفين عليها بخساره، فبعد اذنكم اقعدوا عشان نشوف الكلمتين اللي احنا جايين نقولهم. اتفضلوا يا اساتذه. مدير الحسابات فين؟ انا موجود اهو يا ريس، والحسابات ماشيه تمام جدا. انا مش عايز ايه اللي ماشي. 8 في 9 بكام يا ابني؟ 8 في 9. اللهم صل عليه الصلاه والسلام. مدير الحسابات مش حافظ جدول الضرب. هل ده يرضي ربنا يا جماعه؟ يا ريس انا بس ما تقوليش بقى يا ريس. انا عايز افهم انت مسكت المنصب ده ازاي اصلا في شركتي؟ يعني هل دي واسطه مثلا، ولا هو حد حدف عليك الحسابات فلقيت نفسك ماسك الحسابات بتاعت الشركه؟ اتكلم معايا كده، خد ودي زي الماتيريال بتاعتنا، ما هي بتاخد وبتدي. شاكر يا جماعه، شاكر. مدير العلاقات العامه انا موجود يا فندم، والتقارير كلها متسلمه، ووضع الشركه اسمها ايه اصلا الشركه دي؟ اسمها اسم كبير واسم ليه رونقه وليه وزنه في السوق. انت والله العظيم ما عارف اسم الشركه. والله انت بتراضيني ومش عارف اسم الشركه اللي انت شغال فيها. مش مهم ابقى عارف اسم الشركه، المهم ابقى عارف مكانتها. الله يا ريس الواحد ده حلو حلو حقيقي حلو. تمام خلاص، زمالك سقفوا لك وترضيت، اطلع بره بعد اذنك. ليه يا فندم؟ انا اسف. طيب لا ما هو مش اسف، ما انت جرب كده تجيب سويت شيرت وتوقع عليه صلصه، ولو البقعه طلعت ساعتها ممكن اسامحك. طبعا هتطلع يا فندم، عشان احنا هدومنا مش بتبقع. برافو. جميل. تمام، بس احنا واقفين عند نفس النقطه يا جماعه، ان مدير الحسابات مش حافظ جدول الضرب، ومدير العلاقات العامه مش عارف اسم الشركه اصلا. اسمها فيستيتي يا عم، قول ورايا فيستيتي. فيستيتي. ده يرضي ربنا يا بنتي اللي انا بتكلم فيه ده؟ لا ما تعمليش مساج. انا نفسي تعملي بلقمتك. انت مديره السكرتاريه صح؟ تمام. انا مبدئيا 3/4 المكالمات ما بتوصلنيش، 70% من المواعيد داخله في بعضها. انا مره في نفس اليوم في نفس الوقت قابلت مدير شركه منافسه ومندوب جاي لي بعرض وجوز خالتي. والله العظيم من 3 الساعه 5 في نفس الوقت. غير مكتبي بقى عم علاء اللي زي السويقه اللي داخل، واللي عايز فكه 100، اللي بيسال اركب المنيب منين. والله 100. فده مش مكتب، ده مش مكتب يا فندم، عشان احنا شركتنا وفروعنا ومكاتبنا مفتوحه في اي وقت لاي حد. لا هتفرقها اكتر من كده ايه يا فندم؟ قسما بالله ما حد فيكم فالح، بس انا بحب اعادكم عشان انا مشغلكم معايا ومحافظ عليكم. تمام. مدير المبيعات فين؟ انا موجوده. ما انت موجود يا علاء، وبتيجي كل يوم اول واحد بشوفك، ما بتعملش اي حاجه. ازاي يا فندم؟ والله ما بتعمل حاجه خالص يا فندم احنا بنربي زبون. طول قوي معاك علاء الزبون ده في التربيه، بقالك 7 سنين بتربي زبون. يا فندم التربيه برضو مش سهله. انا معاك بس تشد شويه انا علاء. معترض على اللي بيحصل ده. انت مين الاول بس؟ انا مدير التسويق. تمام. انا بشوف شغلك بيوصل لي. انا جايبك هنا عشان تسوق لي منتجات صح؟ ده تسويق سمعه اللي انت طب عامله. انا عايز اقول لحضرتك، اتفضل يا ريت تقول لي، انا نفسي تقول لي. هوضح لحضرتك نقطه بسيطه. الفتره اللي فاتت دي الناس ظروفها صعبه قوي، الواحد من دول بيصحى يلاقي نفسه لابس خازوق. حلو قوي. ايه المشكله بقى لما يصحى يلاقي نفسه لابس خازوق على بلوفر اسود من عندنا، او احمر او اخضر، عندنا كل الالوان صح ولا لا؟ بلوفرات اشكال كتير. بس عايز اوصل لحضرتك، الناس دلوقتي اولوياتها اكبر من الهدوم بكتير. يعني اي حد معاه فلوس قبل ما يشتري اي حاجه بيأخر رجله ويقدم رجله. حلو قوي. نتكلم ان احنا عندنا بناطيل قطن 100%، بحيث العميل قدم رجل بقى اخر رجل فتح حوض، بناطيلنا تستحمل. صح قطن 100%. صح. قلت ده في الحمله الاعلانيه بتاعتي. الناس بقى خلقها ضيق. حلو قوي. الناس خلقها ضيق. ننسى القطن، عندنا بناطيل سليم فيت، بحيث يبقى خلقه ضيق من فوق، بنطلون شادد من تحت، يبقى جسمه كله مشدود. صح ولا لا؟ انا الناس بتسقف. صح ولا لا؟ صح. اتفضل كمل. الناس بتشق هدومها. حلو قوي. فرصه وجات لحد عندنا. نتكلم ان الماتيريال بتاعتنا بتستحمل. حاول بقى يشق هدومه، حاول يقطعها، خد رصاصه في صدره. الماتيريال بتاعتنا تستحمل وما بتتاثرش. بس ايه يا عم حازم؟ عامه انا هسمع كلامك عشان انا حاسس بالناس. عندنا خصم من 30 ل 50% عشان خاطر الناس. تمام؟ من 30 ل 50%. اي حد جاي تبع ليشا. مين ليشا ده اصلا؟ لا ده بره عنك خالص، مالكش دعوه بالقصه دي. اي حد جاي تبع ليشا ياخد 10% زياده عن اللي هو من 30 ل 50. وبالعند فيه هعمل حاجه اسمها ساعه الحظ. ساعه الحظ دي الخصم بيوصل فيها ل 60%، اسمها اللاكي اوفر. حلو كده يا عم حازم؟ مبسوط؟ حاسين بالناس؟ حد عايز يقول حاجه تاني؟ على خير باذن الله. نتقابل بعد فتره. اتكلم معايا كده، خد ودي زي الماتيريال بتاعتنا، ما هي بتاخد وبتدي. شاكر يا جماعه. تجرب كده تجيب سويت شيرت وتوقع عليه صلصه، ولو البقعه طلعت ساعتها ممكن اسامحك. طبعا هتطلع يا فندم، عشان احنا هدومنا مش بتبقع. برافو.